السلام عليكم الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وفي تمام الصحه والعافيه. والفيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال. مرحبا بالمشتركين والمشتركات الجدد، مرحبا بكم. طولت عليكم الغيبه ولكن لظروف ما. المهم اليوم واخا غبت عليكم جبت لكم واحد الوصفه بالنسبه للناس اللي كيعانيو من الشقيقه، من الالم ديال الراس، النصف ديال الراس. راكم كتعرفوا الشقيقه، بزاف ديال الناس اللي كيعانيو من هذا المرض، وبالاخص ملي كيكون الجو بارد فصل الشتاء. كيكثر الناس اللي مرادين بهكا بهذا المرض، كيكثر عليهم الحريق. المهم واحد الوصفه كما قلت لكم لان هي سهله وموجود واحد المكون اللي موجود في كل بيت، ما غاديش زعما سهله ما غاديش تعكزوا، ولكن اللي فيه الحريق راه ضروري ما كيدير الوصفه ويدير السبب. والكمال على الله سبحانه وتعالى. الوصفه ديالنا لان هي سهله ما غاديش نطول عليكم. الوصفه ديالنا كتكون من القهوه، ماشي البنات القهوه سريعه الذوبان، القهوه حبوب اللي كنطحنوا، اللي كنطيبوا بها القهوه العاديه ديال البريق اللي كطيب، ماشي سريعه الذوبان. سريعه الذوبان ما غاديش دير لكم الفعول اللي غادي ديروا القهوه ولا البن اللي مطحونه. القهوه حبوب. اشنو الطريقه؟ غناخذوا واحد شويه راس ديال المعلقه صغير، غير شويه في الراس ديال المعلقه صغيره بحال ما هكا كما كتشوفوا. من الاحسن تكون القهوه مطحونه على يديكم، من الاحسن باش كتكون عندها واحد الوصفه عندها واحد النتيجه اللي هي زوينه وفعاله بزاف. من الاحسن انا هنا يلا طحنتها، واحد الرويحه طالعه منها رائعه زوينه. غادي نجيب واحد بريكه وغادي نشعل في هذا شويه ديال القهوه تنشوف الدخان طالع. هنا البريكه البنات ما خدمتش ليا، هذه ما عندهاش ديك الشعله. غنبدل البريكه ونرجع معكم. هنا بدلت البريكه غادي نشعلها. واخا راه كانت بحال كتحرقني البريكه في يديا، ولكن ماشي مشكل. انا غادي نشعلها حتى كنحس بداك الدخان ديال الدخان طالع من ديك القهوه. القهوه رجع فيها الدخان، حنا حيت حاجتنا في داك الدخان ديال القهوه اللي غادي يطلع، داك الخط ديال داك الدخان اللي غادي يطلع مع القهوه. هنا غادي نوريكم كيفاش غادي نستعملوا هاد الوصفه ديالنا. ها نتوما شوفوا البنات، هنا داك الدخان اللي طالع ماشي كتير، شويه. ها نتوما شفتوه حتى بحال القهوه كتحرق وداك الدخان طالع. شنو غادي نديرو هنايا؟ انا ما كنبانش، ولكن غنتمنى نوصل لكم الصوره كما هي وكيفاش الطريقه وكيفاش ديروا ليها. غادي تشدوا الجهه النصف ديال الراس اللي كيضركم، غادي تشدوا الجهه الاخرى ديروا يدكم على نيفكم، سدوا الجهه الاخرى ديال النيف، والجهه اللي كتضركم غتخليوها محلوله. وغادي ديروا واحد تستنشقوا مزيان هاد الدخان اللي كيطلع، واحد الاستنشاق اللي هو عميق بزاف. تهزوا حتى الفوق حتى كتحسوا داك الدخان طلع لكم من الراس الفوق. صافي البنات غديروا واحد استنشاق لان هو عميق كبير، واحد الجره اللي هي مزيانه الفوق، حتى كتحسوا بان داك الدخان ولا شي حاجه تحلت لكم الفوق، شي عرق اللي تحل لكم في الراس. هذاك العرق اللي كيتبوشا في الراس هو دوك واحد العريق هو اللي كيدير لكم هذا الحريق ديال الراس، ولا هو اللي كيتسبب في الام ديال الراس، ولا هاد الشقيقه هذه. راه وصفه اللي هي فعاله زوينه، ديروها غير مره واحده، استنشقوا غير مره واحده. كما قلت لكم سدوا الجهه ديال النيف بيديكم، واليد الاخر غادي تستنشقوا به داك الدخان اللي كيطلع من القهوه. وصفه اللي هي فعاله وزوينه وغادي ترحموني عليها، وهذه اخر وصفه غتكون عندكم العلاج ديال الشقيقه. سهله البنات، جربوها. ولا المشاهدين كاملين واللي عنده شي حد في العائله بارطاجيها معاه. كنتمنوا تبارطاجيو هاد الوصفه هذه ولا هاد الفيديو ديال اليوم، حيت راه فيه واحد الفائده اللي هي كثيره. ما طولتش عليكم، بسلام عليكم والى فيديو لاحق ان شاء الله. وكنتمنىكم تشتركوا في قناتي.